لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني بإيدك، ده أنت الإله. أنا عندي إيمان تشفيني الآن، لو هلمس توبك، ده أنت الحنان. اشفيني من كل ضعف فيا، اشفيني من الشهوة ومن الخطية، اشفيني محتاج لك يا فدية، اشفيني اشفيني اشفيني. مساء الخير، احنا رجعنا تاني. هاليلويا. بس هاتوا الكتاب. مش هستناكم تجيبوا الكتاب الاول. يلا نجيب الكتاب. طب ليه بقى نتكلم عن الشفاء الالهي؟ ليه يسوع شفى الناس؟ اوكي، ليه؟ عشان تحنن عليهم، عشان محبة، وايه؟ عشان يهلك الاعمال بتاعت ابليس. بص هنشوفها الاول. يوحنا الأولى، تعالوا يوحنا الأولى. يوحنا الأولى is kind of like في الآخر كده اهو. اوكي، 3. يوحنا الأولى 3 وهنقرا 8. اوكي، اللي هو بيعمل خطية من الإبليس. هاتوها بالعربي guys because I'm about in English. okay. and الشيطان هو اللي عمل خطية من الأول. and علشان كده ابن الله جه وظهر ان هو يهلك ويدمر اعمال ابليس، يهلك ويدمر اعمال ابليس. اوكي، عشان يسوع لما اتحنن على الناس مشي بالمحبة. المحبة دي ماشي عكس ابليس ماشي ازاي. المحبة معناه ان هو شفى الناس عشان تحنن عليهم، فعشان في محبة، عشان الله حبنا، عشان يسوع بيحبنا. ما هو بيعمل كل ده ليه؟ عشان بيحبك. اوكي، ما ننساش الحكاية دي. هو الشفا ده ليه؟ عشان محبة. واحنا كمان يا اخواتي لما احنا بنبتدي عشان نشتغل ونروح عشان الناس تتشفي، بنعملها عشان محبة. هي نفس المحبة بتاعت يسوع، هي محبة يسوع. روح الله ساكن فينا، وهو عشان هي حبنا من الأول. مجدا للرب. أوكي، نشوف حاجة تانية بقى. إيه هنتكلم في الحكاية اللي هي بتعمل مشاكل. اللي هو بيقول إيه؟ لا، المرض ده جالي عشان حاجة تانية. في حاجات كتير بتقال. فأول واحدة أنا بسمعها هنا كتير، وهنشوف الكتاب بيقول إيه. مش هناخد الناس بتقول ايه، ولا ناخد احساسنا بيقول ايه، ولا حاسه بايه، ولا مشاعري بتقول ايه، او جده كان بيقول ايه. نو اوكي جايز، ناخد الكتاب بيقول ايه. هنمشي حسب الكلمه دي. ليه؟ عشان احنا اوريدي شفنا ان الكلمه دي لما اتقالت ثابته. كلمه ربنا ثابته. نشوف الكلمه بتقول ايه، دي نقدر نثبت عليها. الحاجات التانية حد قال وحد عمل all of that ما نقدرش نثبت عليها، عشان ده حاجات بتتحرك. بس الكلمة دي ما بتتحركش، زي ما هي موجودة زي ما هي. اوكي، ففي ناس بتقول ان المرض ده، وبيتكلموا كتير عن مرض اللي هو الكانسر، بيقول ان هو ده مرض الفردوس. اوكي، وانا سمعت ده هنا في مصر، سمعتها ناس فاكرة ان هو ده صح. هقولكم يا اخواتي ده كله غلط. ما فيش ولا حاجة من دي اللي احنا هنشوفها دلوقتي. كل الاكسكيوزز، كل اللي هو السبب، احنا مريض علشان ده الرب بيحبني فداني المرض ده. اوكي، كل الكلام ده غلط، وبيدمر الناس وبيهد المؤمنين خالص. بيهدنا كلنا. اوكي، فهنشوفها فين؟ تعالوا على يوحنا 14:6. يوحنا 14:6. انا هروح معاكم هنا. يوحنا 14:6. اوكي اهو.
يوحنا 14:6 يسوع هو قال أنا هو الطريق، أنا هو الحياة، الحق والحياة. ما فيش ولا إنسان يقدر يجي لبابا من غيري. alright now ناخدها واحدة واحدة. لو فعلا أي حد عنده المرض اللي هو كانسر والناس تقول له أهو ده المرض الفردوس، معناه يقصدوا إيه؟ أنت علشان جات لك المرض اللي هو كانسر ده، أنت عندك فري تيكت تذكرة بقى للسماء على طول. أوكي، هل ده صح؟ No. عشان الطريقة الوحيدة إن هو يسوع قال هو قال أنا هو الطريق، مش الكانسر، مش السرطان، إن هو يوصلنا للسماء. نو، يسوع هو قال 14:6 في يوحنا قال أنا هو الطريق، طريق واحد بس، الحق واحد بس، and الحياة، حياة مش موت، حياة. فما فيش حاجة اسمها إن حد جاله الكانسر ده علشان إيه الرب بيحبه وهيوصله السماء من طرفها. ما بتنفعش، مش موجودة هنا، ماشي عكس الكتاب. أوكي، واحدة تانية يوحنا 3:15. إحنا نقرأ كتير يوحنا 3:15. تعالوا يوحنا 3:15 ونشوف ده بيقول إيه. تعالوا يوحنا 3:15. أوكي، 3:15 يسوع قال إيه؟ whosoever أي حد يصدق عليه مش هيهلك بس هيبقى عنده حياة أبدية. اللي مين اللي عنده حياة أبدية اخواتي؟ اللي عنده كانسر؟ نو، اللي يصدق على الرب يسوع هو اللي عليه الحياة الأبدية، مش إن حد عنده كانسر ده يوصله السماء. انسوا الحاجات دي كلها غلط ومش جاية من الكتاب. لو الكتاب بيقول العكس هنصدق ده. مجدا للرب. اوكي، and now طب الواحد بيصدق ازاي؟ اوكي، تعال نشوفها. روميا 10. يلا روميا 10. فين يا روميا 10؟ اوكي، يلا روميا 10 جايز. روميا 10 آية نمرة 9 وآية نمرة 10 بيقول هنا لو احنا confess يعني اعترفنا بفمنا الرب يسوع، اوكي، وصدقنا في قلبك ان الله قومه من الاموات، انت تخلص. اهي الطريقه اهي، عشان بالقلب الانسان يصدق للبر وبالفم يتعترف للخلاص. موجوده هي واضحه هنا، ملهاش دعوه بامراض انك تاخد الخلاص بيجي بالطريقه دي اللي هي تاني دوروا فيها روميا 10 9 و10. دي الطريقه الوحيده ان احنا بنصدق بقلبنا وبنقولها ببقنا ان انا معترف ان يسوع المسيح هو مات من اجلي. انا معترفه بصدق في قلبي ان يسوع مات عشاني وقام من الموت تاني. لما احنا بنعترف كده ونصدق كده ونقولها كده، ايه اللي بيحصل؟ خلاص، الخلاص بيجي، مالهاش دعوه بالكانسر. انا كده اثينك ان انا اثبات كفايه. يلا اللي بعديها بقى يقولوا ايه؟ المرض ده جه علشان يعلمني حاجه. اوكي، يلا هيعلمنا ايه؟ ما هو بصي يا اخواتي، لو المرض بيجي يعلمنا حاجه، اتعلمت ايه؟ تصدق ان مفيش حد بيعرف يرد على السؤال ده. طب اتعلمت ايه؟ وبعدين انا لو حطيت ابني مثلا في ان هو يتعلم، قول مثلا كرة قدم، اوكي، هوديه عشان يتعلم كرة قدم. انا عايزاه يتعلم بس ده، وهو عارف ان هو راح يتعلم ايه. ما اقدرش اقول له ان انت روح اتعلم وخلاص وهو نفسه مش عارف هيتعلم ايه ولا انا عارفه هيتعلم ايه. معناها ما بتنفعش. لو الرب عايز يعلمنا حاجه لازم يقول لنا احنا بالظبط هنتعلم ايه. والمرض ما بيعلمناش ولا حاجه ولا حاجه. اوكي، هنشوفها في حته تانية وبعدين هنوقف بعد شويه. اوكي، يوحنا الاولى 2. تعالوا يوحنا الاولى 2 يلا بسرعه عشان هم عمالين يقولوا لي هنوقف قريب. اوكي، يوحنا الاولى 2. اوكي،
بصي الكلمة بتقول ايه. يوحنا الأولى 2 and تعالوا على آية 27. يلا 27 فينها 27؟ اوكي. بس المسحة اللي انت خدتها ساكن فيك، ومش لازم ان انت اي حد يعلمك، بس نفس المسحة يعلمك كل حاجة كل شيء. and الحق، والحق ما بيقولش كذب، ما بيكذبش، الكلمة دي ما بتكذبش. and has taught you ان انت ساكن فيه. look at that you guys. بص يا اخواتي، ايه اللي بيعلمنا؟ الروح القدس. المرض ما بيعلمناش حاجة. actually المرض جاي عشان هيعمل حاجة واحدة بس، عارفة هي ايه؟ عايز يقتلك. اوكي، عايز يقتلك. ما بيعلمش حد اي حاجة. لو بيعلم حاجة كان كل الناس اللي مستشفى يبقى عندهم دكتوراه عشان قاعدين في مدة طويلة في المستشفى. اوكي، اتعلمت ايه فيها؟ محدش بيعرف يرد على ايه. وبعدين لما تخلص التعليم هتعرف خلصت التعليم ده امتى؟ مش هتعرف ترد على ده كمان. اوكي، تعرف ازاي ان انت خلصت التعليم؟ تعرف ازاي ان انت خلصت التعليم؟ لو المرض جه يعلمك حاجة، انت عرفت ازاي امتى؟ خدت الشهادة امتى؟ اتعلمت ايه؟ خلصت ايه؟ ما تعرفش عشان المرض ما بيعلمش اي حد خالص. ده جاي على هدف واحد بس، يدمر حياتك. فعايزين نهد الفكرة دي نهائي من النهاردة. هاليلويا. كده كويس؟ نكمل مرة الجاية. هاليلويا. لمسة شفاء، لمسة حياة، تلمسني في